اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم شوكولاته منزليه للدهن، بديل الشوكولاته الصناعيه بدون مواد حافظه اللي تقدروا تعطيوها لوليداتكم ببال هاني. بلا ما نقول لكم المذاق المتميز ديال الشوكولاته السوداء القوي الممزوج مع لذة البندق وبقوام اكيد عاقد. نبداو على بركة الله. كنحتاج واحد الكمية من الشكلاط. بالنسبة للشكلاط أنا درت هنا شكلاط نوعية جيدة وشكلاط أولي. نتوما يمكن لكم ديروا الشكلاط نوعية جيدة ولا يمكن لكم ديروا الشكلاط العادي. هنايا عندي واحد شوية ديال النوازيط أولا البندق، تقريبا واحد ل10 دراهم باش ما كيسحابكمش بزاف. هنا عندي الكريمة. بالنسبة للكريمة ضروري تكون نوعية جيدة باش كيجينا المذاق ديال الشكلاط زوين. أنا استعملت هاد الماركة راني وريتها لكم وراها معروفة. هنا استعملت الحليب المركز الغير المحلى. كنركز على غير المحلى، حيت إلا درتو المحلى ما غيجيكمش زوين. أنا وريتكم الماركة اللي خدمت بها. بالنسبة لكم بغيتو تخدموا بالمحلى فراه خصكم ديروا الشكلاط اللي كيكون النوعيه جيده والنسبه د الكاكاو فيه كتكون طالعه لكثر من 70% باش كيجيكم هو هذاك. ودرت شويه ديال الكاكاو المور بطبيعه الحال، حيت كما قلت لكم الشكلاط كان عندي مخلط. صافي دابا غندوزو. اول حاجه غادي نديرو واحد المقيله باش نحمروا النوازيط ديالنا، وغادي ندير الماء باش ندوب الشكلاط ديالي على حمام مائي. بالنسبة للنوازيط يمكن لكم تحمروه في الفران ويمكن لكم تحمروه على البوطة كما وريتكم. انا كنوري هاد الخطوات على حسب المبتدئات، واللي بغى يحمروه هكذا غير على البوطة وما عندوش الوقت. بالنسبة للبوطة كتنقصوا لها تماما وكتحمروه على خاطره. وانا غادي نوريكم في التالي ديال الفيديو كيفاش كيولي باش كتعرفوه تحمر. هنا زدت الشكلاط والشكلاط خصكم يكون بعدا كما قلت لكم النسبه ديال الكاكاو 55. الا ما كانش نسبه الكاكاو 55 وكنتو غتخدموا بالشكلاط العادي فراه كتزيدوا له معلقه الكاكاو باش كتوازنوا كيجي الشكلاط باش كيجي زوين. انا وريتكم دابا سميتو البندق او النوازيط فاش كتبدا كتحيد له داك القشره. صافي راه دابا راه وجد وكيكون تحمر من الداخل. كنجيبوا الهاشوار ديالنا وكنطحنوا داك النوازيط. كيبقى لكم حريه الاختيار ما بين جوج حوايج، يا اما طحنوه حتى يولي بودغ وتستمتعوا غير بداك النكهه اولا بداك المذاق ديال النوازيط، واما غتخليوه هكذا شويه مهرمش كما غادي تشوفوا معايا. انا خليته شويه مهرمش وجا زوين بزاف. وفاش كتهزوا الشكلاط ديالكم كتحسوا بداك الطريفات ديال النوازيط. الصراحه جا خطير، غير جربوه على ضمانتي اكيد اكيد غيعجبكم وغيعجب وليداتكم. صافي مباشره فاش كنساليو غادي نحيد داك النوازيط ديالي وغنخدم في نفس الهاشوار. غير هو كنبدل الموس كنجيب هذا اللي كنخلطوا به العجينه ديال الكيك، راه كيكون مع الهاشوار اللي ما عمره ما استعملو. هذه الفرصه باش تستعملوه. هنا صافي من بعد ما كيذوب ليا الشكلاط وبطبيعه الحال الشكلاط ما خصناش نخليوه يتحرق او لا يطلع فيه داك الريحه ديال الحرق خايبه، راه ما غيجيكمش زوين. صافي كنخوي اول حاجه كنخوي الشكلاط ديالي من بعد ما ذوبته وكنزيد باقي المكونات. هانتوما معايا في الفيديو باش تشوفوا. انا هنايا بقيت حتى كررت هذاك البول كامل باش حتى حاجه ما تشيط. صافي هنا كنزيد الكاكاو كما قلت لكم انا حيت استعملت الشكلاط مخلط يعني ما بين نوعيه جيده ونوعيه بين وبين ما نقولش خايبه، مهمه بين وبين. ضروري كتزيدوا معلقه ديال الكاكاو. الا كنتو غادي تستعملوا الشكلاط نوعيه جيده فراه ما غتحتاجوش الكاكاو. هنا كنزيد الكريمه ديالي بطبيعه الحال ما كتكونش في الثلاجه، كتكون غير برا. وكنزيدوا الحليب المركز الغير المحلى، راه موجود في الاسواق وحتى الثمن ديالو راه مناسب زعما راه ما يسحبكمش راه غالي، راه تقريبا 11 درهم وكتخدموا به جوج مرات يعني كيخرج لكم واحد الكميه كثيره. وهنا زدت النوازيط كما قلت لكم انا خليته هكذاك مهرمش. وصافي كنديروا وكنبداو كنطحنوا. بالنسبه لهاد المرحله ما خصكمش تبالغوا في الطحين بزاف، حيت الا بالغتو في الطحين بزاف ديال هاد المكونات راه غادي يولي لكم ما غيعقدش، غيبقى سائل. يعني حنا كنخلطوا حيت راه كلشي عندنا واجد، يعني حنا غير غنخلطوا غير باش المكونات تجانس مع بعضها. صافي لا قله ولا اكثر.
ها نتوما كتشوفوا أنا راه ما قطعت حتى لقطة باش تعرفوا المدة بالضبط اللي طحنت فيها. ها نتوما وبالنسبة إلا ما كانش عندكم الهاشوار أولا بغيتو تخدموا في الخلاط الكهربائي، فراه حتى هو عادي كتخلطوا كلش في الخلاط الكهربائي وكت وكت كيما قلت لكم ما كتبالغوش بزاف. صافي أنا غادي نوريكم هنا غنحيد الغطاية وغنولي نهبط داكشي اللي الفوق باش كلشي كيتخلط مع بعضو، ماشي جهة كتبقى مخلطة لنا وجهة كتبقى لنا هكذا. وبالنسبة للمدة الاحتفاظ ديال هاد الشكلاط حيت ما فيهش مواد حافظة كنحتفظوا به 15 يوم، كيصبر لنا 15 يوم في الثلاجة وما كيوقع له حتى حاجة. ولكن من الأحسن إلا كنتو زعما غادي ديروه على مدة ديال شهر أولا ضروري كديروا غير واحد الكمية كما وريتكم. كان عندكم الوليدات راه بطبيعة الحال هاد الكمية راه غدوز لكم 15 يوم وراه كيخرج واحد الكمية كتيرة. أنا غنعطيكم العبار باش تعرفوا تقريبا كيخرج القرعة ديال النوتيلا الكبيرة كلها كيخرجها عامرة. والمكونات راه ماشي بزاف، وإلا جينا نهضروا على صحتنا وعلى الحوايج اللي كيكونوا معلبين، من الأحسن نصوبوا الحاجة في دارنا والحاجة اللي كتكون زعما ما فيهاش مواد حافظة وما كضرناش في صحتنا. والمذاق ديال هاد الشكلاط ما غاديش نوصفه لكم حيت خصكم تجربوا باش تعرفوني علاش كندوي. راه كيجي واحد المذاق أكثر من رائع، كيجي خطير. إلا جربتوه أكيد أنا متأكدة ما غاديش توليو تشريو الشكلاط ديال الدهن مرة واحدة أخرى. ما يخليكمش الشكلاط حيت دابا هنا كيبان بحال اللي جاري، ولكن من بعد فاش غنديروه في القريعة وغادي ندخلو الثلاجة فراه كيقصاح وكيشد راسو وكيولي بحال اللي كنشريو المعلب تماما. ما غيبقاش عندكم الفرق وكيجي حسن بزاف. ما غنزيدش زعما نشكر لكم، راه خص التجربة هي اللي تحكم. صافي أنا كنحيد هذاك الموس باش غنديرو في القريعة ديالنا. القريعة تقدروا تعقموها والطريقة ديال التعقيم راني فايته نشاركها معكم في الكونفيتور ديال التفاح، غادي تلقاوه في الصفحة ديالي. صافي هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى الشكلاط ينال إعجابكم ونتلاقاو في وصفة جديدة و وفي شي فيديو جديد إن شاء الله. وإلا كنتو بغيتو نشارك معاكم وصفات كتر أولا عندكم شي وصفات بغيتو نصاوبهم لكم كتخليو ليا غير كومونتير بالوصفة اللي بغيتو ونجربها معاكم. وأكيد أنا الحاجة ما كنحطها في الصفحة أولا في القناة إلا وكتكون مجربة عندي حيت ما كنبغيش نضيع الناس في رزقهم. يعني خصني الحاجة نكون مجرباها وكتصدق عاد كنحطها. إلى اللقاء ونتلاقاو في فيديو جديد.